صباح الخير، شلونكم حبايبي؟ اليوم عندنا روتين يوم الجمعة. نبدي بسم الله، نسوي الريوق أول شي. عندنا هاي البيض راح نبدي بسم الله الرحمن الرحيم. هاي حبايبي صبينا الشاي، راح نتريق نقوم نكمل باقي روتين يوم الجمعة. بس حبايبي بلشنا نسوي بالغدا. هاي بصل وثوم جاهز. هسه راح اخلي اللحم الفاصوليا، يعني سلقتها قبل لا ابدي يعني اسوي البصل والثوم. خلينا اللحم وياها حبايبي هسه، وراها اخلي الفاصوليا. الفاصوليا مثل ما قلت لكم انا سلقتها، وراح اخليه يسلق شويه بالبدايه اللحم، وبعدين اخلي الفاصوليا. هسه حبايبي مثل ما تشوفون اللحم ناس سلقناه، رد هسه نشف ميه. عندي الفاصوليا اللي احنا مثل ما قلت لكم سالقيها ومحضريها. راح نتركها تفور شويه سويه، وبعدين نخلي المعجون والملح والبصره. هسه حبايبي بهالاثناء خليت الهدوم بالغساله، لان انا ما اخلي هدوم هواي يبقى يعني يوم بيوم اغسلهن. هسه خليت الهدوم. راح اشيل هاي التلبيسه مال القنفات، راح افتحهن على مود همين اغسلهن. هاي خليتهم بالغساله. هسه هاي التلبيسه مال القنفات راح اشغل الغساله. هاي حبايبي الفاصوليا بعدها مو كلش مستويه، فانتو اذا عندكم تصير هيجي حاله، يعني لان الفاصوليا على النص يعني سويتها مو كامل، قلت انا مود ويا اللحم. اذا ما صارت عندكم الفاصوليا ما استوت بسهوله، خلوا خواشيق ستيل، خليه بداخل الفاصوليا، خليه كم خاشوقه. يعني خليت هاي 3 خواشيق، اتركها بالجدر، مو تشيلوها رأسا، اتركها لان اخلي المعجون والملح والبصل وتستوي. من اريد اصب يلا واخرهن. هسه حبايبي مثل ما تشوفون راح نطبخ التمن. هاي الملح غسلناه طبعا التمن، ملح. هاي الزيت حنخلي بسم الله الرحمن الرحيم. هاي دائما اسوي بطريقة التطبيق. هسه راح نعوفه قبغه ونخليه يستوي. هاي التمن هسه استوى، خلينا على مهدرة خليه يستوي. هسه حبايبي راح نخلي المعجون. هاي خليت ماي، خلي المعجون عنود الفاصوليا. بسم الله الرحمن الرحيم. راح نخلي ملح. هسه حبايبي راح نخلي هاي المعجون والمي والملح. بسم الله الرحمن الرحيم. راح نخلي نوع بصرة، راح نزيده بعد مي ونغطيه يستوي. هاي حبايبي هسه خلينا مي ومعجون مثل ما قلنا وملح وبصرة. هسه راح اغطيها واتركها تستوي. نرجع نشوف التمن بعد التمن بعد شوية رادله. هاي حبايبي كمل الغدا. هسه راح نتغدى ونشوف شنو عندنا شغل بعد نسوي بروتيننا وهذا اليوم. هاي الفاصوليا شوف شلون مستوية. هسه حبايب سوينا كيكة هاي بالفرن بعدها. شوفوا شلون احنا نشغل بس الفرن العين الجوه،
وهي تستوي، يعني ما نشغل العين الفوق. على الحرارة هسه راح تستوي. هسه راح نسوي عصير برتقال. هاي حبايبي كملت الكيكة، طلعناها من الفرن. هسه حبايبي مثل ما قلت لكم هاي البرتقال مفروض على التختة، بس انا هذا المعون ميلامين عادي يعني ما ينكسر. هسه حبايبي راح اراويكم هذه العصارة مال برتقال. مو بس برتقال، عادي اي شي تعصرون بيها، ليمون، رمان، اي شي تعصرون بيها تقدرون. هذه كلش مريحة، ما تتعب يعني، خصوصا اللي عندهم مفاصل، عندهم انزلاق، كتفهم يوجعهم. يعني حتى الطفل، احنا نوبات جهال اخوتي جهال خواتي يعجبهم يسوون بيها، يعني يعصرون بيها الفواكه. هذه اول وحدة، هذه الثانية. شقد ما احكي لكم عنها مريحة ما تصدقون، وسعرها كلش رخيص، سعرها 11,000. لاحظوا بس مجرد ضغطة بسيطة، كلش سهلة ومريحة، وسعرها يعني مو ذاك السعر الغالي، سعرها 11,000. موجودة بكل المحلات. أنا اشتريتها يعني من زمان، أنا اشتريت هذه مو هسه، بس اليوم حبيت أراويكم شغلها. يعني أنا ما دا أضغط ترى، بس أنا هيك مبينة، بس مجرد ضغطة خفيفة. لاحظوا تعصر البرتقالة كلش، عصر كلش قوي يعني، تعصره هواية. يعني احنا قبل ما نقدر نستغني عنها هذه. يعني ما بيها صوت قوي، مو مزعج صوتها، ما اتصور صوتها مزعج. شوفوا شلون. لاحظوا حبايبي كمية البرتقال هذه، سأراويكم اياها. كمية البرتقال، هاي برتقالة وحدة، شوفوا برتقالة وحدة تقريبا طلعت أكثر من ربع جلاس، يعني أقل من نص شوية. هسه راح أكمل الباقي وأرجع لكم حبايب. هاي حبايبي كمل العصير، هذا الكيك اللي سويناه. وهسه ما أريد أطول الفيديو عليكم، أقولكم لا تنسوني حبايب من الإعجاب والاشتراك بقناتي، واللي ما مشترك خليه يشترك، فعلوا جرس الاشتراك حتى يوصلكم شكو جديد أنزله. وحاولوا تشاركوا ويا أصدقائكم ويا أقاربكم، هاي دائما أنا أقول لكم إياها طبعا بس لأنه المشتركين كلش قليلين عندي، ودا أحاول يعني، بس ما أعرف يعني المشكلة أصلا بعدها يعني ما انحلت مال هذه القناة. أنا قلت لكم بيها مشكلة، بعد هذا نحاول بيها، نقول الله كريم، نقول إن شاء الله تنحل عن قريب. وهسه أقولكم باي حبايب، مع السلامة.